السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا غاية، تكونوا بصحة وعافية يا رب العالمين. ان شاء الله قاعد تكونوا بصحتكم وتكونوا بخير. شفتوا الشيرات كي راه يقرب رمضان وريحة رمضان، ديك الريحة الزينة ما شاء الله كما يقولك. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. اليوم جيتكم بواحد الكغاطة سهلة ماهلة وبنينة، ان شاء الله قاع تجربوها وقاع تعجبكم. حاجة خفيفة، طبق رمضاني بامتياز. نبدو بسم الله على بركة الله. اول حاجه نبدو بها نوجدوا الكفته تاعنا، نديروا لها صوالحه. تبغي تجيبي ربع صدر تاع دجاج ترحي، ولا تجيبي قسط تاع 20 الف فامي كفته بيضه وديري لها توابل. هنا توابل عندنا توابل الدجاج، عندنا سكنجبير ولا زنجبيل، عندنا حرور فلفل اسود، وعندي شويه كمون. جربوها شيرة بهذه التوابل وتشوفوا البنه كيفاش دايره. هنايا عندي حبه بيض كامله، وهنايا راني مقطعه حبه بصل، مقطعه المعدنوس والملح والثوم، نضيفوهم كاع للكفته تاعنا. درت هنايا البصل الاخضر، هذا تاع الموسم تاع الشتاء، يجي بزاف شباب في اي حاجه ديروها. راح نضيفو لا شابلور باش تولي بزافه. هكا ممكن نديروا لا شابلور الكفته تاعنا تجي طريه. باش تجيك الكفته بنينه عجنيها غايه وشكلوها كريات هكا. كي نعجنوها يدخلوا كاع صوالح في بعضهم. صاي بعد ما عجنتها هنايا نشكلها كريات كيما هكا. ندير شويه زيت في المقله، نبدا نقلي في كرات الكفته تاعنا، نوجدهم هكا، نديرهم كاع يتقلاو على الجهتين حتى يحمروا يدونوا داك اللون شباب، باش من بعد يعطونا بنه شابه. صاي انا راني طيبتهم كيما هكا، راهم واجدين. دروك في نفس المقله نقطع حبه بصل ونديرها تتقلى حتى تذبل لنا غايه. قلوها باش تدي هذيك البنه تاع الزيت، من بعد كي تعطيكم نتيجه مليحه وبنه شابه كي تاكلوها، ماشي غير هكا. انا نبغي نقلي البصل غايه. وهنا هذه الطوماطيس انا ديجا كنت طيبتها وموجدتها من قبل هكا، كنت موجدتها في الكيسان، ديت كاس ودرتها مع البصل تاعي. لما كنتش دايره رابي زوج حبات طوماطيس ولا وديريها معها. وهنايا في نفس الكاس زدت مغرف تاع طماطم العلب وعمرت الكاس بالماء وزدتها معها. غادي نزيد لها شويه فلفل اسود وشويه ملح ونخليها شويه غير تتقلى، غير شويه ماشي بزاف، لخاطرش انا بغيت ندخلها في الكوشه. ما على بها ما لازمش نشفوا لاصوص بزاف. واذا كنتي بتخليها غير في المقله تاني خليها عادي كفكره نفس الطريقه. هنا صاي بعد ما وجدت لنا لاصوص تاعنا. شوفوا انا ما نشفتهاش بزاف باسكو على بالي من بعد تزيد تنشف، خليت فيها شويه الماء. درتها في الطبق اللي غادي يدخل للفرن، ولا في دي المرحله نفسها تقدري ديري نفس الخطوات وتخليها في المقله عادي. انا غير بغيت نقلشها. كيما هكا زدت فيه كاع ديك الكفته اللي كنتي وجدتيها من قبل، زدت فيها كاع السني تاعك. انا تبالي هذا طبق يكفي حتى ل5 اشخاص ولا 6 على حسب افراد العائله. انتي شوفي شحال افراد العائله تاعك. وفي مرحله واحده اخرى غادي نكون نقطع بطاطا وغادي نقليها ونوجدها، نقطعها مربعات صغيره كيما هكا ونقليها باش نضيفها للطبق تاعي، نديرها من الفوق. تما نديروا صلصه الطماطم، نديروا الكفته ونبقوا نديروا هذه البطاطا اللي كنا قليناها هكا مربعات صغيره هكا. نديروها كاع على السني تاعنا وبعدها نضيفوا لها جبن مبشور بنفس هكا، نوزعها بشكل متساوي. صحيح هكا وجدت. راني جبت هنا شويه من جبن مبشور، ربيته من قبل. دوك ربع ساعه غير هكا نديرها من فوق البطاطا تاعي وندخلها مباشره للفرن حوالي ربع ساعه 10 دقائق قد ما يدوب لك الفرماج تاعك، وخرجيها بالصحه والهنا ان شاء الله. هذا هو الطبق تاعنا بعد ما وجد. غادي نرش له شويه معدنوس يزيده بنه على بنه، اصلا بنين. هو غادي نزيدو كيما هكا كلبسه اختياريه كيما يقول لك، والعين تاكل قبل الفم. الانسان كي يدير حاجه يديرها الروحه، يوجدها الروحه ويفرح بها الروحه. ما تنسونيش بزر الاعجاب والاشتراك البنات. شوفوا كيفاش يجي مجمر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كما قلت لكم تقدروا ديروه بنفس الخطوات وديروه في المقله، ماشي شرط هكا تدخلوه للكوشه.
شوفوا كيفاش غادي البنات كيفاش غادي نقلعوا منه. شوفوا كيجي فيه تجي فيه لاصوص ما يجيش ناشف، ومام هكا يجي عاقد، تجي لاصوص تاعه تجي مجمره ما شاء الله. ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه، ربي يحفظكم وينوركم ان شاء الله. السلام عليكم.